لو انت مش سامع قبل كده عن الحكاية المرعبة بتاعت إيميليا، ملكة جمال ألمانيا في الثمانينات، تحضر أعصابك وخلي قلبك جامد، لأن اللي هحكيه دلوقتي ممكن يطير النوم من عينك. إيميليا كانت شابة عندها 23 سنة، اتوصف جمالها إنه ساحر حرفيا. أي حد بيشوفها كان بيقع في حبها من أول نظرة، وده خلاها تكسب لقب ملكة جمال ألمانيا كذا مرة ورا بعض. إنما اللي حصل بعد كده مستحيل يكون طبيعي. في يوم وليلة ومن غير أي مقدمات، نص شعرها وقع، وشها بدأ يكرمش، عظم وشها بقى بارز كأنها ست عندها 150 سنة، مش بنت في العشرينات. الناس لما شافوا شكلها قالوا دي مش إيميليا، دي واحدة تانية خالص. الأطباء احتاروا، مفيش أي تشخيص يفسر اللي بيحصل لجسمها. صوتها صوتها كمان بدأ يتغير، بقى خشن ومخيف. الصور بتاعتها انتشرت في الصحف وعملت ضجة كبيرة جدا. بس الرعب الحقيقي بدأ يوم وفاتها. الست اللي كانت بتخدمها في البيت قالت إنها صحيت على صوت صريخ وزعيق جاي من أوضة إيميليا، صوت كأنها بتتخانق مع حد. الست جريت على أوضتها مفزوعة، وأول ما فتحت الباب لقيتها مرمية على الأرض، ومن ودنها الشمال طالع كمية حشرات مرعبة، كمية حشرات ما شافتهاش قبل كده. المنظر بالنسبة لها كان فظيع ومقزز. بس أكتر حاجة خوفتها وش إيميليا كان ممسوح من غير عينين. الست أول ما شافت المنظر ما قدرتش تستحمل وأغمى عليها. الطب الشرعي كتب في التقرير إن أكيد في حاجة مش طبيعية حصلت، جزء من مخها متآكل وعليه آثار عض بشرية، وعينيها مش موجودة أصلا. والأغرب من ده كله إن مفيش أي علامة تدل إن حد دخل أو خرج من أوضتها. محدش له أي تفسير، ولحد دلوقتي محدش عنده أي تفسير. قبل ما يعملوا تشريح للجثة حصلت حاجة مرعبة جدا في المشرحة. حارس الأمن حلف إنه سمع صوت نبش جاي من المكان اللي محطوطة فيه الجثة، فنده على 2 من زمايله وراحوا يشوفوا في إيه. لكن اللي شافوه كان مرعب بكل المقاييس. عينيها رجعت وهي مفتوحة على الآخر، لونهم أبيض، بيبصولهم كأنها عايشة. والجثة مغطيها ملايين حشرات شكلها تشبه النمل بس أكبر، مغطية جسمها بالكامل، مش باين منها غير وشها بس. 3 جريوا وهم بيصرخوا من الرعب والفزع. لما باقي الموظفين والناس دخلوا لقوا الجثة متحولة لفتافيت، كأن في حد كان بياكلها. الموضوع ده عمل حالة رعب هستيرية، والناس بدأت تقول دي أكيد مش بشر. وبعد كام يوم جريدة بيلد، ودي واحدة من أكبر الصحف في ألمانيا، نشرت تقرير قلب الدنيا. عملوا حوار مع بنت اسمها جريتا، كانت أعز صاحبة لإيميليا، والبنت دي فجرت مفاجأة مش طبيعية. قالت إن إيميليا ما كانتش طبيعية، كانت دايما شايلة مراية في شنطتها، مراية بتبص فيها كل شوية كأنها بتكلم حد جواها. وفي مرة جريتا لمحت وش إيميليا في المراية، كان شكلها مرعب، هي نفس الملامح بس مش هي، كأنها واحدة تانية، كأنها شيطانة. قالت كمان إن دايما كانت تيجي عربية سودة تقف تحت البيت، عربية غريبة جدا من غير ما كان حد يبلغها، وإيميليا كانت دايما تنزل تقابلها. والأغرب إن هي عمرها ما شافت سواق جوه العربية. لكن الأخطر من ده كله إن إيميليا كانت بتسألها كل فترة، تعرفي حد يقدر يوصلنا بناس بتخطف الأطفال؟ أيوة، إيميليا كانت بتسألها كل فترة لو تعرف حد يقدر يوصلها بناس بتخطف أطفال، وكانت مستعدة تدفع فلوس كتير عشان ده. ولما جت سألتها ليه، قالت لها إن دول قرابين، ده اللي هيخليني أفضل دايما جميلة. قبل وفاتها بشوية جريتا كانت بتسمعها بتردد كلام غريب،
وهي مش واخدة بالها زي الوقت خلص، ما بقاش عاوزني، روحوا ملكوا وانا اخترت. قالت لجريتا ان الشكل المرعب اللي ظهرت بيه هو في الحقيقة شكلها الأصلي قبل ما يتشال السحر. إيميليا كانت عاملة عهد مع الشيطان. الجريدة وعدت إنها تنشر تفاصيل أكتر وفي عدد تاني، بس فجأة جريتا نفسها اختفت. الشرطة دورت عليها في كل مكان، ملهاش أثر. ادوا القضية لضابط مخابرات اسمه هانز رولف، وبعد أيام قليلة أعلنوا إنه قتل مراته وولاده ال3 وبعدها انتحر. بعد اللي حصل ده صدر قرار رسمي بحظر نشر أي أخبار عن قضية إيميليا، واتمنع الكلام عنها تماما، والقضية اتقفلت للأبد. بس السؤال الحقيقي هنا، إيميليا كانت بشر ولا حاجة تانية؟ وهل هي فعلا عملت عهد مع الشيطان؟ ولحد هنا وقصتنا هتكون خلصت. لو عجبتك ما تنساش اللايك والشير عشان غيرك يعرف، وبعد إذنك لو سمحت اشترك في القناة علشان يوصلك كل غريب وجديد. ولحد هنا وخلاص، سلام.